الفنانة الجميلة حلا شيحة نزلت منشور عندها على القناة بتاعتها، وكل اللي قراه بصراحة يعني بكى من كتر ما هو قد ايه منشور مؤثر جدا جدا. بتتكلم فيه عن شعورها قد ايه في الفترات اللي هي كانت محجبة فيها وقلعت الحجاب ولبست الحجاب اكتر من مرة، ايه الحاجات اللي هي كانت حاسة بيها. فكل اللي قراه بصراحة تأثر كبير قوي، فانا هقراه معاكم دلوقتي وفعلا يعني اي حد هيسمعه هيتأثر جامد، يعني ربنا بجد يثبتها على اللي هي فيه. بتقول في ايه بقى؟ بتقول في: كل مرة ابتعدت فيها عن الله شعرت بذلك الفراغ وذلك التيه، شعرت بوجع لا أعرف سببه رغم كل ما يبدو ظاهرا بالسعادة، وكنت أظن أنه مجرد حزن عابر حتى عدت إلى الله وفتحت كتابه، فشعرت أن الآيات تخاطبني تمس قلبي تطبطب على جروحي. حينها فقط فهمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. إنه شفاء من كل شيء، من ضياع المعنى ومن خوف المستقبل ومن ألم الماضي. هو حديث حي لا ينتهي، يبعث فيك الطمأنينة ويهديك في الظلمة. إنه الله وحده الكافي والشافي والمعطي والودود. إنه الله العظيم الذي لم يتركنا أبدا، وفي كل وقت دليل على حبه ولطفه وكرمه الذي لا ينتهي. ده البوست اللي نزلته حلا شيحة على صفحتها، وأثر في ناس كتير جدا جدا، لأن هي كانت بتتكلم فيه عن اللخبطة اللي كانت جواها الفترة اللي هي قلعت فيها الحجاب أكتر من مرة. وبتقول إن هي كانت في الفترة دي حاسة بوجع هي مش عارفة سببه إيه، كانت حاسة بحزن كبير وبرضه مش قادرة تدرك يعني إيه السبب. وكانت بتقول حاسة بالحزن ده رغم إن كل حاجة حواليا كانت متوفرة ممكن تسبب السعادة، كانت موجودة حواليا زي الفلوس زي الشهرة زي الحاجات الكتيرة جدا اللي ممكن تسبب لأي حد سعادة، كانت موجودة حواليها، لكن رغم كده ما كانتش حاسة بالسعادة، وكانت حاسة بحزن كبير وحاسة بتوهان، لكن ما كانتش عارفة ايه السبب. لما عرفت بعد كده، لما جت رجعت تاني لربنا سبحانه وتعالى واتحجبت واتقربت من ربنا اكتر، وبدأت ان هي تقرا القرآن اكتر زي ما هي بتقول في المنشور. بتقول بدأت أعرف بقى إن سبب التوهان اللي أنا كنت فيه وسبب الحزن اللي كان جوايا وسبب إن كل حاجة كانت حلوة حواليا وأنا ما كنتش حاسة بالسعادة هو إن أنا كنت بعيدة عن ربنا. يعني فعلا السعادة الحقيقي زي ما هي بتقول مش إنك يبقى عندك كل حاجة أو عندك فلوس أو عندك شهرة. السعادة الحقيقية هي فعلا القرب من ربنا. ده كلامها اللي هي كتبته وأثر في ناس كتير جدا جدا، لدرجة إن هم تفاعلوا معاها في الكومنتس زي ما انتم شايفين كده، كتبوا كلام زي الكومنتس دي: كلامك واسلوبك حلو قوي، ربنا يثبتك ويزيدك، خليكي على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في حد كتب لها كومنت طويل قوي بيقول لها فيه او بتقول لها فيه: اقسم بالله يا حلا اول مره في حياتي اكتب فيها تعليق كان بسببك. فيديو الرؤيا اللي هو الفيديو اللي هي طلعت فيه اتكلمت عن الرؤيا اللي شافتها عن يوم القيامه وكده. وكل ما اعرفه ومتاكده منه اني كنت مدفوعه من الله لكي اكتب لك هذا التعليق. وبعد كده بقى التعليق الطويل اللي انتم شايفينه ده. بصراحة كلامها مؤثر جدا. حلا شيحة ربنا يا رب يثبتها على اللي هي فيه، وفعلا كل الناس بتدعي لها من قلبها ان ربنا يثبتها، لان هي فعلا قلبها طيب وجميلة.